العضله كبرت بس رجولتك ممكن تروح. كنا اتفقنا ان من الاعراض الجانبيه اللي ممكن تظهر مع الاستيرويدز الاندروجينيك سايد افكت، وكنت قلت لك ان مع بعض الهرمونات ممكن يحصل معاها هايبر سكشواليتي. بس ما تفرحش قوي لان هكلمك في الفيديو ده عن اهم عرض جانبي بيرعب الشباب اللي بتاخد الستيرويدز، وهي ان حياتها الجنسيه ما ترجعش لطبيعتها بعد ما تبطل هرمونات، ودي اللي بنسميها الانابوليك ستيرويدز انديوز هايبوجوناتيزم. حضرتك لما بتاخد الستيرويدز بيزيد مستوى التستوستيرون في الجسم، وده اللي بيدوره بيروح على منطقه تحت النهايات والغده النخاميه في الدماغ، يروح قافل افراز اهم الهرمونات المنشطه الجنسيه اللي هي الاف اس اتش والال اتش والجي ان ار اتش. في الطبيعي الهرمونات دي بيقل افرازاتها مع التستوستيرون الطبيعي اللي في الجسم اللي جاي من الخصيه. التستوستيرون الطبيعي كميته ومده وجوده في الدم قليله جدا مقارنه بالستيرويدز اللي بتضربه من بره. حضرتك بتاخد كميه اضخم بكتير وبتبقى موجوده في جسمك لمده اطول، فعشان كده حضرتك تبطل الستيرويدز منتظر ان الهرمونات دي تشتغل تاني، فما تشتغلش بالذات لو كنت تاخد ستيرويدز مده طويله، فيحصل خمول وانعدام في الرغبه الجنسيه وضعف انتصاب وعقم. وهنا بيبقى الحل انك تبدا تاخد حاجات زي التي ار تي، ودي اختصار للتستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، وانك تاخد التستوستيرون بجرعات قليله اللي هي جرعه من 100 ل 200 مللي جرام في الاسبوع عشان تسترجع حياتك الجنسيه تاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد.